كشفت تفاصيل جديدة في جريمة مروعة هزت العاصمة العراقية الشهر الماضي أدت إلى مقتل طفل يدعى موسى ولاء عمره 7 سنوات بعد تعذيبه على يد زوجة والده بشكل صادم. ونشرت مكافحة إجرام بغداد يوم الخميس فيديو لاعترافات زوجة الأب القاتلة التي قالت فيها: أنا قتلت الطفل تعذيبا، إلى أن فارق الحياة في منطقة الخطيب تابعة لمدينة الشعلاء في بغداد. وقالت: ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما، ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج وتكسرت من قوة الضربة. كما روى أحمد شقيق الضحية تفاصيل دقيقة مرعبة كان شاهدا عليها، مؤكدا أن زوجة الأب وضعت الملح في عيون أخيه ووضعت يديه على الفرن، وكانت تضربه دائما بالسكين على رأسه وجسده، مشيرا إلى أنه عندما مات قالت أنه يمثل فقط. وقال في فيديو مكافحة إجرام بغداد: كان والدي يرى آثار التعذيب على جسدي أنا وأخي، ولكنه لا يعير الأمر اهتماما، وكان يضربنا هو الآخر، مبينا أن زوجة أبيه كانت تلبس الطفل ملابس شتوية تغطي آثار التعذيب. كما تابع: كانت تضع الملح في عيونه وفمه، وعندما يقول لها إنه سوف يتقيأ تقول له: سوف أقتلك وأعطيك أكثر، مضيفا أن يدي شقيقه محترقة لأنها وضعتهما على الغاز. كذلك قال إنها ضربت أخاه بالسكين على رأسه في 3 مناطق في رأسه، تاركة آثار واضحة. وتحدث أحمد عن اللحظات الأخيرة من حياة شقيقه، وقال: أخي مات على رجلي وأمام عيني، فقد توقف نفسه وعيونه أصبحت بيضاء، مشيرا إلى أنها كانت تضربه وهو جثة هامدة وتتصرف بشكل طبيعي. كما قال: هو توفي الساعة 11 صباحا، وعلى الساعة 3 العصر اتصلت بوالدي وقالت له: تعال ادفن ابنك، مضيفا: والدي لم يتأثر، وقال أنه يمثل. وطالب الطفل أحمد بأخذ حق شقيقه وتنفيذ الإعدام بحق زوجة أبيه.